اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل الملاح وفي أتم الصحة يا رب. اليوم جيتكم وجبت لكم جراتان سلق من أروع ما يكون، واحد البنة واحد الروائح. نقول جربيه وانتي تحكمي بنفسك. وبلا ما نطول عليكم نروحوا مباشرة نشوفوا طريقة التحضير. هنايا عندي سلق غسلته جيدا ودرته يفور، نغطو عليه ونخلوه يطيب لنا سوا سوا. من المستحسن ما تغليهش وديريه بهذه الطريقة هكذا باش يقعدوا لك كامل الفوائد فيه. في مقلة درت حبة بصل كبيرة مقطعة رقيق في 4 مغارف زيت ولا تتقلالي. مور ما تديلي تشحيرة نجي ندير لها مباشرة التوابل تاوعي. عندي ملعقة كركم، ملعقة قرفة، ملعقة حرور، زائد ملعقة ملح. بهذه الطريقة غادي نحافظ على البنة تاع التوابل تاوعي، ونقعد توجور منقصر الغاز تاعي هكذا باش نضمن افضل نتيجة. نزيدو عليهم 3 فصوص توم كبار مربيين. كما نعرفو كامل السلق يبغي الثوم، كل ما كترنا فيه كل ما جا بنين. نزيدو الكفتة تاع الدجاج كمية قليلة فقط، نخلوها تشرب لي البنة. مور ما تشرب لي ديك البنة نجي نزيد عليها ملعقة طماطم مصبرة او نصف ملعقة، خلوها تتشحر هي تاني تاخد لي البنة المطلوبة. بهذه الطريقة غادي يجيكم بنين بزاف، جربي وبإذن الله غادي يعجبك. من الطيب نوخروها بجهة، وفي مقلة نجيبو 3 مغارف زيت نزيدو عليها فص كبير توم منقلوش بزاف، ونزيدو عليه السلق اللي كان فارلي وطاب، نقسيه ونشفوه من الماء اللي فيه. وهنايا في نفس الوقت نروح نشوفو الصلصة البيضاء تاعنا شنديرو فيها. عندي 5 حبات بيض، انا هنا البيض كان صغير عندي، الا كان عندك كبير ديري 4 فقط، زائد 2 ملاعق كبيرة خام فخاش، زائد فرماج رابي او جبن مبشور. نملحوها ونزيدو لها شوية تاع حرور فقط باش تاخد لي بنة مليحة، ونخلطوها ونوخروها بجهة. هنايا مور ما نشف لي سلق زدت له شوية ملح ودرت عليه الكفتة وطفيت عليهم النار، ودرت مباشرة الصلصة البيضاء. ما ديريش الصلصة والنار مشعولة هكا باش ما يطيبلكش البيض. في نفس الوقت كنت قليت البطاطا ودرتها في البلا، ونجي مباشرة ندير فوقها الخلطة تاعنا، نزيدو عليها الجبن مبشور النوع اللي حبيتيه ونديروها طيب. هاولي كيفاش خرج لي، خرج ما شاء الله، ما نخلوش بزاف في الفور بالخفي طيب. نتمنى تجربيه باذن الله غادي تولي مدمنه عليه. وهنايا بغيت نرحب بالمشتركات الجدد، مرحبا بكم كامل في قناتي، والله نورتوني. وانتم الى اول مره تشوفوا هذا الفيديو نتمنى ديروا لي اشتراك ومرحبا بكم كامل. وهنايا ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير، تهلاو في روحتكم ودمتم في رعايه الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.